فيلمنا بيبدأ بسارة وهي بتنتقل مع ابنها كريس علشان يروحوا يعيشوا في بيت ريفي، وده بيكون بعد انفصالها عن جوزها، ولكن بتخبي عن ابنها الانفصال وبتقوله ان ابوه شوية وهيجيلهم. وفي الطريق بتكون سارة هتخبط ست عجوزة، ولما بتنزل سارة تطمن عليها بتلاقي الست بتبص لها بصة مرعبة وبتكرر جملة ده مش ابني، وبتبص لكريس وبتكرر نفس الجملة. بتخاف سارة وبترجع على العربية بسرعة وبتمشي وبيروحوا على البيت، وبنلاحظ ان سارة بتكون تعبانة في البيت ومن تربية كريس، وانهم دايما بيتخانقوا بسبب طبع كريس الصعب وخصوصا في الاكل، ولكن بتعرف تهديه وتاخده على قد عقله، ويلعبوا لعبة انهم يعملوا اشكال بوشهم وبيضحكوا عليها. وفي يوم سمعت سارة كريس وهو بيصرخ جامد، ولما راحت له طلع خايف من عنكبوت، راحت حطته في ازازة وخرجتها بره البيت، وبتبقى عايزة تسيب العنكبوت يمشي بره البيت، لكن كريس قال لها انه كده ممكن يرجع تاني، وقال لها لو بابا كان هنا كان قتله علشاني، وسألها هو فين بابا؟ قالت له ان الوضع معقد، ففهم انه مش هيرجع تاني واتعصب عليها وسابها وجري ناحية الغابة، وفضلت تجري وراه. وبتلاحظ انها كل ما بتدخل الغابة الرياح بتزيد لحد ما بتلاقي شيء مرعب جدا ومدهش، وهي حفرة مجاري كبيرة، فبتخاف يكون كريس وقع فيها، ولكن بيظهر كريس وبيعتذر لها انه كلمها عن جوزها لانه عارف انه كان بيأذيها واتعصب عليها، لكن بتقوله انها مسامحاه وبتحضنه وبتاخده وبتمشي قبل ما يشوف الحفرة. وفي يوم بالليل بتسمع سارة صوت الباب الخلفي للبيت بيتفتح، وبتقوم تقفله وبترجع تكمل نوم تاني. وبنشوف كريس في المدرسة، وبنلاحظ ان كريس ما عندوش صحاب وبيكون لوحده دايما، فلما شافت امه اعلان لمسابقة للمواهب في المدرسة اقترحت عليه انه يقدم علشان يكون صداقات ومعارف من خلال المسابقة دي، ولكنه اتعصب عليها ورفض. وبنشوف سارة وهي قاعدة بتتعشى مع مديرتها في الشغل لويس وصحابها الجداد، وقعدوا يحكوا عن حكايتهم، وجت سيرة نورين الست العجوزة اللي قابلتها على الطريق، وبنعرف ان كل الناس مسمياها نورين المجنونة، وبنعرف ان كان عندها ابن صغير اسمه جيمس، وفجأة دخلت عليه الفصل في مدرسته وقعدت تقول انه مش ابنها، وبعدها انتقل لمدرسة تانية وهي بتدخل لمصحة نفسية، لكن بتخرج على طول وبتخبط ابنها بالعربية، ولحد دلوقتي محدش يعرف هي قتلته قصد ولا غصب عنها. وفي الليل سارة ما بتبقاش عارفة تنام من صوت الرياح وصوت رزع الباب وأصوات غريبة، وفجأة سمعت صوت الباب بيخبط، راحت تشوف مين، ما لقتش حد، ولما طلعت تطمن على ابنها ما لقيتهوش في السرير. اترعبت سارة وقعدت تدور عليه في البيت كله لكن ما لقيتهوش، ونزلت تدور عليه قدام البيت بالكشاف، لكن الدنيا كانت مرعبة بره، ده كفاية صوت الرياح. فدخلت بسرعة البيت علشان تكلم الشرطة علشان تبلغ عن اختفاء كريس، لكن فجأة لقيته قدامها وقال لها انه كان جوه في اوضته طول الوقت. حست سارة بحاجة غريبة بتحصل وقررت تروح لدكتور نفسي تشوف مالها، والدكتور بيسألها لو عيلتها ليها تاريخ في المرض النفسي، وبيسألها عن الإصابة اللي اتصابتها في راسها من سنة، وبعد كده كتب لها على مهدئات تاخدها قبل النوم. بعد كده بتروح سارة وبتكون في المطبخ بتنده على كريس علشان يجي يتعشى، لكن فجأة في أقل من ثانية بتلاقيه في المطبخ. بتترعب سارة وبتحس إنها مش متزنة ولازم تبدأ في العلاج. وتاني يوم الصبح سارة بتصحى بتلاقي كريس جايب لها ورد، لكن سارة بتزعق له علشان خرج الغابة من غير ما يقول لها، وبتتعصب عليه وقالت له ما تعملش كده تاني لأن الغابة خطر، وحضنته وقبلت الورد. وبتشوف سارة كريس في المدرسة بعد ما بقى عنده صحاب، ومنهم واحد كان بيتنمر عليه، وهم مروحين بتظهر نورين على الطريق وبتبص لكريس جامد، وعلشان بتكون سادة الطريق بتنزل سارة علشان تقول لها توعى، ولكن بتكرر نفس الكلمة، لكن هنا بتقول لها ده مش ابنك. وبيظهر جوز نورين بيعتذر لسارة عن اللي بتعمله، لكن بتبدأ تكرر نورين نفس الكلمة، وبتخبط على ازاز العربية بايديها وراسها علشان تكسره، وهي بتقول لها ده مش ابنك. بتمشي سارة وتاني يوم وهي رايحة المدرسة توصل كريس بتعدي على بيت نورين وبتلاقيها ميتة وراسها بس اللي مدفونة في الأرض. ولما بيروح الشرطي ياخد إفادتها بتلاحظ إن الشرطي التاني بيلعب مع كريس علشان يلهيه، وبيتهيأ لها إن ابنها قوي جدا، وهو بيلعب ريست مع الشرطي كسر له إيده، لكن كل ده بيبقى تهيؤات. وبتروح سارة تاخد دش وبتلاقي مكان الجرح اللي في راسها بينزف فجأة وما تعرفش السبب. ولما بتروح تاني يوم الشغل بتتكلم مع لويس عن نورين وحادثتها، وبتحكي لها سارة إنها ساعات بتحس إن كريس مش ابنها وإن تصرفاته غريبة. قالت لها لويس ده طبيعي، أنا كمان ساعات بحس كده مع ولادي وإنها هتتعود على كده لما تكبر. بعد كده بتروح سارة جنازة نورين وبتلاقي البيت كله مليان مرايات ولكن متغطية بالأسود، ولما بتسأل ليه قالوا لها حزن على نورين. وبعد كده جه جوز نورين وقدم لسارة مشروب، وبتسأله ليه نورين كانت بتقول كده، قال لها ده نفس اللي كانت بتقوله لما ابننا تم 8 سنين وتصرفاته ابتدت تتغير شوية، ابتدت تحس إنه مش ابنها وإنه محتال، وكرهته في عيشته، واعترف لها إن اللي خبطه بالعربية كان هو مش نورين علشان يرحمه. وبترجع سارة تمارس حياتها وبتلعب رياضة، وهي بتجري وصلت للحفرة
الحفرة الكبيرة ولقت لعبة كريس جنبها وسمعت أصوات همس جاية من الحفرة. ولما روحت كانت مستغربة من تصرفات كريس وإنه بيفترس الأكل، وبتسأله سارة إن كان راح الغابة تاني. قال لها لأ، وإن اللعبة اللي لقيتها في الأوضة، وقالت له إنها لقت لعبته وإنها لقيتها جنب الحفرة في الغابة. اتعصب كريس عليها وزق ترابيزة الأكل بقوة عليها، ولكن بيدرك بسرعة اللي عمله واعتذر لها وبيروح على أوضته. وفي يوم بالليل كانت سارة بتاخد دش، سمعت أصوات غريبة جاية من أوضة كريس، ولما بتطلع تشوف فيه إيه بصت من العين السحرية شافت منظر مرعب جدا، وهو إن كريس ماشي على إيديه ورجليه وبياكل عنكبوت. ولكن من الرعب حاولت تعمل صوت علشان تشوف هيعمل إيه، وحس كريس بيها فعلا وهي جريت تستخبى. ولما نده عليها ردت عليه ردها الطبيعي، وكانت سارة هنا مش فاهمة حاجة وهتموت من الرعب. وخدته تاني يوم للدكتور وقال لها إنه تمام، وركز الدكتور معاها هي وسألها لو الخبطة اللي في راسها دي من ضرب جوزها ليها، لكن بتنفي سارة ده وبيأكد عليها تاخد الدواء كل يوم علشان حالتها تتحسن. وبتقرر سارة تشتري كاميرا تخبيها في أوضة كريس علشان تراقب تصرفاته. وفي اليوم ده قررت سارة ما تاخدش العلاج تاني. وفي يوم بتلاحظ سارة إن كريس بياكل كمية كبيرة من الأكل على غير عادته، وبتعتذر منه عن تصرفاتها الغريبة آخر فترة، وبيلمس وشها بالراحة وبيجي على مكان الإصابة وبيدخل صباعه فيها، لكن بيطلع ده كله كابوس. وبتفوق سارة، وبالليل بيجي عرض المواهب اللي اشترك فيه كريس هو وصحابه إنهم هيغنوا أغنية جماعية، ولكن فجأة بيختفي كل الناس وبتفضل سارة قاعدة مكانها، وبيغني كريس بصوت مرعب. فبتهرب سارة من المكان لكن ما بتبقاش عارفة تفتح باب الخروج، وبتجري وراها لويس علشان تعرف مالها. ردت سارة قالت لها إن كريس مش ابنها، وبتطلع تجري وتسيب كريس وتركب العربية وبتتحرك على البيت. وشافت الفيديو اللي سجلته الكاميرا وده كان حاجة مرعبة أكتر. وبتروح سارة لجوز نورين وبتسأله عن سر المرايات الكتيرة دي. قال لها إن نورين كانت معتقدة إن المرايات بتبين حقيقة الناس، فكانت حطاها علشان تتأكد إن جوزها. ولما وريته الفيديو بتاع ابنها قالت له إنه بيعمل زي ابنهم، لكن اتعصب وقال لها أنا ابني ما كانش مريض، ورمى الكاميرا واتكسرت. لكن روحت ولحقت الكارت الميموري اللي كان عليه الفيديو، ولقت كريس جه وبيلومها إنها سابته ومشيت. اعتذرت له وقالت له إنها تعبت وكان لازم تمشي، وبيحضنها كريس. وبتحط سارة المهدئات بتاعتها لكريس في الأكل بتاعه، وبياكل الأكل اللي ما كانش بيحبه قبل كده. ولما طلبت منه يلعبوا اللعبة المفضلة بتاعتهم بتكتشف إنه مش فاكرها أصلا، فبتقول له سارة أنت مش ابني. بيتعصب كريس عليها وبيهاجمها وبيحدفها على الأرض كذا مرة لحد ما بتفقد الوعي، وبياخدها كريس على الغابة وهو جاررها على الأرض وبيدفنها في حفرة وبيطلع راسها بس زي ما حصل مع نورين. لكن لحسن الحظ بتفوق سارة وبيبدأ مفعول المهدئ يشتغل، وبيقع كريس على الأرض. وبتقوم سارة وبتاخد ابنها على البيت وبتجيب مراية علشان تشوف حقيقته. واللي بتشوفه سارة في المراية شيء مرعب جدا، وهو إن كريس شكله في المراية وحش مرعب. وبدأ الوحش ده يفوق ويهاجم سارة، لكن بتنجح إنها تهزمه وبتقفل عليه باب الأوضة وبتخرج علشان تدور على ابنها الحقيقي في الغابة. وبتروح سارة للحفرة اللي بيطلع منها أصوات غريبة وبتنط فيها وبتسحبها لحد ما بتوصل لنفق تحت الأرض. بتزحف سارة بصعوبة في النفق لحد ما بتوصل لمكان مساحته أكبر، وبتلاقي هناك هياكل لناس كتير. وبتلاقي كريس وهو مغمى عليه وبتجري عليه علشان تخرجه بره المكان. وبتكتشف سارة وقتها إنهم مش لوحدهم، وهنا بيظهر كائنات غريبة عمالة تتحرك وبتجري وراها. وبتهرب سارة من النفق الضيق وبيجري وراهم كائن واحد بس لأن المكان ضيق أصلا، واللي بيمسك في دراع سارة وبيتحول لشكلها وبتضربه بالكشاف لحد ما بيسيبها وبيطلعوا بره النفق. وبتحاول سارة تفوق كريس وبتعرف إنه لسه عايش مماتش، وبتجري للعربية علشان تهرب، لكن بتكتشف إن المفتاح في البيت. وبتسيب كريس جنب العربية وبتدخل تجيب المفتاح، ووقتها بتسمع صوت المخلوق المتحول وهو بينده عليها، ومفيش قدامها غير حل واحد علشان تمشي بأمان مع ابنها، وهي إنها تولع في البيت كله. وبعد أسابيع بيبدأ سارة وكريس حياة جميلة في المدينة، وبتطمن سارة إن كريس ابنها عن طريق زرع كاميرات ومرايات في كل حتة لأنها اللي بتبين الحقيقة. وبكده يكون فيلمنا خلص.